علاش أغلب التريدرز يخسروا في التداول؟ هذا السؤال بالذات نطرحوه حنا بزاف فيما بيناتنا وراح نجاوب عليه دوكا. أغلب الناس يخسروا في التداول ماشي بيكوز الاستراتيجي تاعهم مليانة، لا بالعكس استراتيجي تلقاها مليحة، استراتيجي maybe one of the best strategies في العالم، بصح البروبليم اللي يبقى هو المايند سيت. المايند سيت تاعنا لازم نفوكسيو عليها more than the strategy itself. البروبليم اللي يصرا كي تدخلوا تريد راح تخافوا بزاف وانتم في التريد هذيك، يولي عندكم ستوب لوس تنقصوا فيه تزيدوا فيه، ما تكونش عندكم استراتيجي تاعكم you're not doing it right، نتوما ديروها بالضبط، يجيكم الطمع كي تربحوا تحبوا ديروا اوفر تريدين، تخسروا تحبوا ديروا ريفنج، تحبوا ترجعوا دوك الخسائر تاعكم. هاد العفايس ماهمش ضعف على كل حال، هذه طبيعة الانسان كما يقولوا، بصح مع الوقت حنا نسيو ذا ماكسيموم كما نقولوا ان نقصوا من هاد لي بروبليم ونرجعوا رواحنا نفوكسيو بزاف على المنتل تاعنا. والتداول على كل حال ماشي زهر، حنا ماذا بينا نتعلموا التداول بصح in the right way كما يقولوا، بالطريقه الصحيحه. علاش بالطريقه الصحيحه؟ لاخاطش حنا اذا نبداو نداولوا دوكا خاصه مع البدايه تاعنا راح نولوا نشوفوا بزاف ناس يوروا لكم طوموبيلات وصوالح، وحنا نولوا نقولوا صوالح كامل نحبوا تجيبهم في the same time شغل في وقت قصير. مي هذه عفسه impossible، شغل لازمك تتريني روحك تتعلم بشويه بشويه. هي باينه كاين بزاف طرق اللي راح تلقاوهم للتريدينغ، مي اللي حابين يتبعوني انا خاصه انا نتبع اي سي تي كونسبت. ما اي واحد حاب يتبع اي سي تي كونسبت معايا راح نوري لكم اقصر طريق بالنسبه لي اللي راني نشوفها انا، اللي راح توصلكم اقرب وقت وما راحش تضيع لكم وقتكم، وراح تتعلموا صوالح اللي صح تشوفوهم في الماركت. تولي تدخل الماركت تشوف الماركت تلقى روحك باللي صح راك فاهم واش راك دير، حتى اذا تخسر تقول على بالي علاش خسرت، هذا هو الصح. وفي الاخير انا حاب نقول لكم بلي اذا حابين تتبعوا المحتوى تاعي اللي راح نوريكم فيه تقريبا الطريق اللي راني متبع فيها واللي انا نشوف فيها بلي هي الصحيحه، وممكن حتى هي اقصر طريق باش ترجعوا روحكم بروفيتبل في اقصر وقت. بين دخلوا لنا لايك باش تطلع شويه لاشين، كنت تعرفوا خاصه دوك راهي مع البديه وابوني، ونشوفكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله.